خطوات عشان تاكلي الفشه بطريقه جميله جدا ولا اروع من كده. بتجيبي الفشه بتغسليها كويس جدا بالملح والدقيق وعصير الليمون، بتعصري عليها ليمون كويس جدا. بعد ما بتغسليها بتسلقيها مره، وبتاخدي الميه بتاعتها تتخلصي منها وبتشطفيها وبتحطيها تغلي تاني. بس لما بتحطيها تغلي تاني لازم تحطي لها ميه سخنه مش ساقعه، لان لو حطيتي ميه ساقعه هتخليها زفره معاكي. وبعد ما بنغليها وبنسلقها كويس جدا بنسيبها في الميه بقى تتسلق لما تطيب خالص معاكي. وبعدين بناخدها نقطعها زي ما انت شايفه كده، انا عملتها كده اهو. وبنجيبها نشوحها بمعلقه زيت على النار اهيت، مفيش ريحه زفاره خالص. امشي بالخطوات اللي انا قلت لك عليها. اهم حاجه انك تسلقي الكرشه بتاع الفشه بتاعتك كويس جدا وانت لما تيجي تسلقيها. وكمان وانت بتسلقيها ما تنسيش تحطي معاها شريحه ليمون او حاجه بتخلي الريحه بتاعتها حلوه جدا. ولا بتحطي لا توم ولا بتحطي بصل ولا طماطم في الميه بتاعتها اللي تحت السلق ولا حاجه، هي شريحه ليمون وخلاص. وفي الاخر خالص بعد ما تستوي معاكي تحسيها ان دخلت في السوا كده، بتحطي لها شويه ملح في ميه اللي انت بتسلقي فيها. بعد كده اما تتسلق معاكي بتاخديها تقطعيها شرايح زي ما انت شايفاها كده. حباها بقى قطع صغيره، شرايح زي الكبده كده زي ما انا مقطعاها اللي يعجبك، وتسيبيها تتشوح معاكي شويه الاول. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما شوحت الفشه بتاعتنا زي ما انتم شايفين الجمال بتاعها كده، معايا معلقه توم. انا هرسه التوم ده عاملاه في المفرمه مع شطه وحطاه في التلاجة عندي اهو. بتحطيها كده بتخلي لها مكان في النص وتحطيها زي ما قلت لكم يا حبايبي قبل كده. ما تنسوش ان لازم ما تحطيش على الحلويات المذبح عندك اي خل، ولا الحلويات المذبح ولا السمك ولا الحاجات دي بحط لهاش خل خالص. ليه؟ الخل بيثبت الزفاره في الحاجه بتاعتك. اغسلي بليمون ودقيق وخلاص زي ما انتم شايفين كده. شايفين الريحه بقى بسم الله ما شاء الله. دلوقتي بقى هنبدا نحط التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا عباره عن ايه؟ فلفل اسود، معلقه بابريكا مدخنه. البابريكا المدخنه دي يا حبايبي بتدي ريحه حلوه جدا في الاكل، ودلوقتي موجوده في كل السوبر ماركت. معلقه صغيره كزبره مكعب مرق، مش مكعب كبير يعني، نص مكعب، حبه انت زي ما تحبي. بتشوحي بقى بالتوابل بتاعتك البهارات كلها دي. وكمان حطيت رشه بهارات لحمه لو موجوده عندك تحطيها كمان بتدي ريحه حلوه جدا. شمي بقى الريحه دلوقتي بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والروعه؟ مفيش احلى من كده طبعا. وما تنسيش الملح. الملح بقى حسب ما انت بتحبي الحدق بتاعك عامل ازاي، يعني الملح ده حسب الرغبه عندك. ترشي رشه الملح كده وبتدوقي. ادي الفشه بتاعتنا يا حبايبي اهي، طعمها وريحتها تحفه جدا. ماشيه على الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، وان شاء الله هتاكلوا احلى فشه. بنقدمها مع العيش ده. العيش ده انا عاملاه في البيت، عيش روعه جدا زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. عاملاه في فرن البوتاجاز والله اهوت بسم الله ما شاء الله. وشوفوا فيديو الرقاق كمان اللي انا عاملاه على عين البوتاجاز تحفه. بتعملي السندوتشات لاولادك بتطلع روعه جدا. لو ولادك ما بيحبوش الفشه اوعدك باذن الله لو مشيتي بكل الخطوات اللي انا قلت لك عليها في الفيديو هياكلوا الفشه وهيطلبوها منك كل يوم.